صباح الهنا، ازيكم؟ ممكن اطلب منكم حاجة بمناسبة الظروف الاقتصادية واطلبها من نفسي انا كمان؟ مع الاسعار الناس كلها مخنوقة. ربنا بيقولك انفق يا ابن ادم انفق عليك. يعني لو انتي طلعتي النهاردة 5 جنيه من محفظتك اديتيهم لحد، يعني ربنا هيبعتلك قد اكتر من ال5 جنيه من عنده. بقى شوفي مين اللي هيطلع من عنده. مش شرط على فكرة اللي هيطلعهولك تبقى فلوس في محفظتك جاتلك. ساعات بتبقى ان ابنك كان هيعيا بكرة بعد الشر، فهتصرفي فلوس كتير قوي على الدكاترة والعلاج، وطبعا عليه هو اهم من اي فلوس، وتلاقي سبحان الله ربنا عدها له على خير وما تعبش. انك بعد الشر وانتي ماشية كان في حد هيكسر عليكي، فمثلا العربية هيجرى فيها حاجة هتدفعي فيها الفلوس، ربنا شالها عنك رفعها عنك وعدت. جدتي كانت بتقولي زمان اللقم تمنع النقم. يعني اللقمة اللي بتطعميها لحد يعني غلبان بتمنع عنك النقمة، تمنع عنك المصيبة او الكارثة. اي حاجة تقدري تديها للناس اليومين دول اديها. في حاجة اتعلمتها زمان، مش دايما بنفذها يعني، بس بحاول، اسمها الصدقة المخفية. انا ما بديش للحد ده صدقة لان هو نفسه عزيزة قوي وبيشتغل وما بياخدش صدقة، بس ببقى مراعياه في اللي بعمله. يعني مثلا بتاع الدليفري جه خبط على الباب وجايب اكل، ومثلا ربنا فتحها عليكي اليوم ده وجايبه لولادك اكل حلو وحاجه هم فرحانين بيها. هو اول حاجه بتيجي في باله ولاده في البيت لما نفسه يفرح عياله ويدخل عليهم بحاجه، فانت دفعتي مبلغ كبير جدا. فما فيهاش حاجه لما مثلا التبس اللي كنت هتديها له تزيد 5 جنيه، ما انت كده كده دافعه مبلغ، فمش ممكن يبقى فارق معاكي قوي في التبس. انه يعني فاهمه ندفع في حاجات كتير قوي ونيجي نفاصل في الناس الغلابه قوي. الست مثلا اللي قاعده بتبيع خضار في الشارع، اللي هي لا عندها محل ولا بتغلي زي التانيين، وقاعده في الشارع، انا مش عارفه حتى بتدخل الحمام ازاي في الشارع، الله يكون في عونها طول اليوم. ونيجي مثلا نقعد نفاصلها قوي 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 قوي. يعني مش بقول مثلا ما تفصليهاش او مثلا ما تختاريش معاها السعر المناسب، مش بقول لحد يضحك عليكي، بس ساعات بيبقى الفصال غلس غلس في حزم الجرجير. يعني خلاص احنا لو عديناها الامور هتمشي. في حاجات بتحسيها ليها علاقة بالبركة، وان نفسك مرتاحة وانك عارفة تنامي، مش يعني فاهمة، مش تعبانة في نومك، مش موجوعة، مش عصبية وبتتخانقي. ده حاجات كلها ربنا بيبعتها لك. الست اللي بتجيلك تنظف كل حاجة غليت عليها، بس الفلوس اللي بتاخدها منك يمكن تكون زي ما هي او زادت حاجة بسيطة. اقول لك حاجة، حتى لو الظروف الاقتصادية حلوة، يعني ممكن تكون متخانقة مع جوزها امبارح وضاربها. ظروفها، كل واحد عنده في ظروفه حاجة صعبة. فيمكن أكبر صدقة ممكن نعملها في الدنيا دلوقتي المبدأ بتاع خليك لطيف، محدش ناقصك. كلنا احنا ما بنصدقش ان الصدقة ممكن تكون حاجة حسية، دايما شايفينها مادية، مع انه احنا عارفين ان البسمة في وش البني ادم اللي قدامنا صدقة. انتي لو نازلة مخنوقة في يوم قوي قوي ولقيتي اللي قدامك ما بيردش عليكي السلام، هتحسي ان الدنيا دي يعني ما تستاهلش تتعايش. لو لقيتيه بيضحكلك هتحسي انك فكيتي شوية. احنا لو راعينا بعض في اليومين الصعبين دول متهيالي حياتنا هتبقى احسن كتير. وعايزه اقولك ان اكتر حد هيستفيد مش الناس اللي بنديلهم الحاجه، لو ربنا كرمنا وادينا لهم الحاجه اكتر حد بيستفيد احنا، نفوسنا احنا بتهدى اكتر على قد ما نقدر. ولو انتي امكانياتك سامحه والحمد لله ربنا رزقك كتير، حاولي ساعات تشغلي الناس اللي حواليكي حتى لو مش محتاجه منهم حاجه. ممكن ما تكونيش مثلا عايزه ملايتين زياده في بيتك، بس ممكن تبعتي تعملي اوردر ملايتين، هما بالنسبه لك مش مشكله مبلغهم، بس هي صاحبه مثلا الصفحه بتاعه الملايات محتاجه تكسب، محتاجه تشتغل اكتر، عندها اولاد محتاجين حاجات. لو شايفه ان الفيديو ده هيفرق مع ناس تانية وينشر طاقه حلوه عند الناس، لو سمحتي انشريه. ربنا يقويكم ويبارك في ولادكم ويفرحكم بيهم على قد قلوبكم الحلوة.